بعد أن فعلاها مع الهلال والاتحاد. الفرج وحجازي هل يقودان نيوم إلى معجزة جديدة في دوري روشن؟ أهلا بكم من استوديو صدى. في مواسم 2021 و20 22 و20 23 حمل سلمان الفرج كأس الدوري مرتين مع الهلال، فيما رفع أحمد حجازي الكأس ذاته بقميص الاتحاد موسم 2022. العجيب أن نادي نيوم الصاعد حديثاً إلى دوري روشن السعودي للمحترفين نجح هذا العام في ضم النجمين معاً، بعدما قاد الفريق في دوري يلو للدرجة الأولى وحقق معه إنجاز الصعود الكبير. واليوم مع انطلاقة موسم جديد لدوري روشن يبقى السؤال الأهم: هل ينجح سلمان الفرج وأحمد حجازي في كتابة التاريخ مرة أخرى، ولكن هذه المرة بقميص نيوم؟ ويحسب لإدارة نادي نيوم أنها استطاعت أن تضم لاعبين حمل آخر 3 ألقاب للدورية للمحترفين، وأن تقنعهما بمشروع جديد، مشروع يحمل آمال جماهير نيوم بالصعود إلى منصات الذهب.